بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. هتكلم النهاردة على التكاثر الوعائي المشيمي تحت الشبكية العين، وبنسموها CNV كرويد نيو فاسكولاريزيشن عن تجربة شخصية. هي حالة بتنمو فيها أوعية دموية جديدة غير طبيعية في طبقة المشيمية تحت الشبكية، خاصة في منطقة البقعة اللي هي مركز الإبصار، بنسميها بالإنجليزي الفوفيا. بيبدأ النمو للأوعية غير الطبيعية، فممكن يؤدي إلى مشكلة في الرؤية أو إلى ضعف فيها، ولو الموضوع كبر ممكن يؤدي إلى فقد النظر. تتكون العين من عدة طبقات رئيسية. الطبقة الخارجية أول حاجة فيها القرنية، وده جزء شفاف في مقدمة العين. تاني حاجة الصلبة، ودي طبقة خارجية لونها أبيض، ودي بتحمل العين وبتديها الشكل البيضاوي بتاعها. الطبقة التانية بعد كده هي طبقة المشيمية، اللي هي بتبقى بين الصلبة وبين الشبكية من الخلف، ودي اللي بتزود الشبكية بالأوعية الدموية والأكسجين والتغذية. بعد كده قدام بيبقى فيه الجسم الهدبي، والجسم الهدبي ده بينتج السائل المائي داخل العين أمام الشبكة وخلف القرنية، وبيساعد على التحكم في شكل العدسة عشان تركز الضوء. تالت حاجة القزحية، اللي هي بتبقى في مقدمة العين، اللي لها لون، اللي الواحد بيبقى لون العين بني أو أزرق أو أخضر، بتحكم في كمية الضوء اللي بتدخل العين من خلال التحكم في حجم الفتحة، وبنسميها البؤبؤ. بعد كده الطبقة الداخلية، ودي بتبقى الشبكية. الطبقة الداخلية الخلفية بتبقى الشبكية، ودي هي المخصوصة ان هي بتستقبل الطبقة الحساسة للضوء. بتتكون من أجزاء من مستقبلات الضوء زي العصا والمخروط، وفيها كمان أعصاب بتحول الضوء إلى إشارات عصبية بتنقلها عبر العصب البصري إلى المخ، اللي بيترجم هذه الإشارات ويخليها صورة. في حاجات بقى بنقول عليها أعضاء أخرى موجودة مهمة، زي العدسة دي اللي هي بتبقى خلف القزحية، ودي بتركز الضوء على الشبكية. بعد كده البؤبؤ اللي هو موجود في وسط القزحية، بتحكم في كمية الضوء الداخل، واحنا قلنا كمان في العصب البصري اللي بينقل الإشارات العصبية إلى الدماغ. في طبعا سوائل في الجسم، عندنا سائلين. السائل الأمامي اللي موجود من وراء القرنية وأمام وحول العدسة، ده سائل مائي. في كمان سائل زجاجي اللي هو الموجود أمام الشبكية وخلف العدسة، وده بيبقى عبارة عن مية فيها كولاجين وسكر وأملاح وبروتينات، بتحمل العين من وبتديها الشكل الكروي بتاعها، وبتحافظ على موقع الشبكية داخل العين. طبعا في حجرات في العين، في حجرة أمامية اللي هي أمام بين القرنية والقزحية قدام هنا، وفي حجرة خلفية اللي هي بتبقى بين القزحية والعدسة هنا، وفي بنسميه الحجرة أو الغرفة الزجاجية اللي فيها السائل الزجاجي الخلفي. التكاثر الوعائي المشيمي تحت الشبكية بنسميه CNV أو كرويد نيو فاسكولاريزيشن عن تجربة شخصية، وحالة تنمو فيها أوعية دموية جديدة غير طبيعية
في طبقة المشيمية تحت الشبكية، خاصة في منطقة البقعة اللي هي مركز الإبصار اللي بنسميها الفوفيا. بيبدأ النمو في الأوعية الدموية وممكن يؤدي إلى مشكلات في الرؤية، خاصة لو بجوار أو تحت البقعة. هذه الأوعية الدموية الغير طبيعية بتبقى هشة، فبينتج عنها إنها بترشح سوائل أو بترشح حتى دم، بيبقى تحت الشبكية أو في الشبكية نفسها، وبيؤدي إلى حدوث ندبات في الشبكية وضعف الإبصار، وممكن يؤدي في الحالات الكبيرة إلى فقد النظر. لما بنلاقي في تورم في الشبكية، بيبقى ناتج زي ما قلنا من الأوعية الدموية الجديدة الغير طبيعية، أو من الرشح نفسه اللي رشحته هذه الأوعية، أو من الدم اللي رشح أو خرج من هذه الأوعية. طبعا إيه هي الأسباب اللي بتؤدي إلى تكوين أوعية دموية جديدة؟ هو بيقولوا نقص الأكسجين في العين في هذه الطبقات، أو بيقولوا في حالات برضو ما قبل تسمم الحمل، أو بدون سبب. الأمراض اللي بيبقى موجود فيها الموضوع ده، أول حاجة الضمور البقعي المرتبط بالعمر. الناس اللي فوق 50 سنة بيحصل لهم الكلام ده بدون سبب. 2 الخطوط الوعائية أو خطوط ناب، ودي فواصل موجودة في غشاء بروخ في الشبكية نفسها، عبارة عن خطوط زي الشعاع بتخرج من العصب البصري في أكتر الشبكية. بيحصل إن هذه، ودي بتبقى نسيج مرن، بيحصل إن هذا الغشاء اللي في الشبكية اللي هو غشاء بروخ بيحصل له تصلب وبيتشقق، فبيتكون في هذه التشققات أوعية دموية جديدة. ثالث حاجة قصر النظر الشديد. قصر النظر الشديد بتبقى العين طولت عن مكانها وبططت كده، فبيبقى في إجهاد بصري على الشبكية، فممكن يعمل هذا الموضوع. كمان في أمراض التهاب زي التهاب القزحية، في إصابة في العين، حد خد خبطة في عينه فحصل تشققات أو حاجة وحصل برضه أوعية دموية جديدة، أو عدم وجود سبب. ايه الأعراض بتاعة CNV اللي قلنا اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، هو التكاثر الوعائي المشيمي تحت الشبكية. الأعراض بيبقى تشوه في الرؤية، أو تشوش في الرؤية، أو تموج في الرؤية. يعني الخطوط تبقى متموجة أو مشوشة مش واضحة، أو متشوهة ملخبطة في الشكل، أو وجود بقعة رمادية أو سوداوية أو فارغة في مركز الرؤية. طب هنشخصها ازاي؟ تشخيص له عدة تشخيصات. أول حاجة بفحص العين المتسعة أو المتوسعة، يعني بيحطوا دواء بيوسع العين ويبصوا على الشبكية، بيشوفوا عليها من منظار قاع العين، فبيشوف تغيرات فبيشتبه فيها. 2 التصوير المقطعي البصري OCT. ده عبارة عن، هنتكلم عنه ببساطة بعد شوية، عبارة عن موجات بتتبعت بتقوم مصورة لك طبقات العين بجزء من الملي، يعني حاجة على 1000 من الملي، عشان لو في سوائل أو في أوعية دموية أو في دم تجيبها يعني. بعد كده تصوير بصبغة فلوريسين. الحقنة بتتعطى في الوريد، تمشي في الدم، توصل لقاع العين، بتصور الأوعية الدموية كلها. كمان في ناس بيصوروا الأوعية الدموية بصبغة خضراء برضو بتحقن في الوريد، وبتتصور اللي هو NMRI اللي هو الأشعة الرنين المغناطيسي، وبيشوفوا كمان بيها الأوعية العميقة اللي مش باينة على السطح. طب ما هو العلاج؟ العلاج مفيش علاج معروف كامل لهذا الموضوع، ولكن العلاجات اللي بنعطيها ان هي بتقلل الاعراض وبتوقف المرض.
لو في رشح بتحسنه، لو في دم ممكن تعمله، لكن الحالة نفسها ملهاش علاج. أول حاجة بنحقن حقن بروتين مضاد لبطانة الأوعية الدموية، الاسم بنسميه اللي هي ضد VEGF دي. وكمان في معاها حقن بيبقى لها خاصية تانية، ان هي كمان ضد عامل نمو المشيمية اللي هو BIFG. ده بنحقنه فين؟ في العين نفسها من الخلف في الجسم الزجاجي، زي حقن اللوسينتس او الافاستين او الايليا. طبعا مع المتابعة بالOCT اللي قلنا عليها التصوير المقطعي البصري. الحقن ده بيبقى له كذا مدرسة بتقول انا احقن حقنة وبعد شهر ونص اعمل الOCT اللي هو اطمن على سمك الشبكية وحالها وكده. لو لقيتها اتحسنت مفيش داعي ادي، لو لقيتها لسه او فيها لسه رشح او حاجة ادي حقنة تانية، وبرضه بعد شهر ونص اعيدها تاني. دي اللي بتعطى حسب الحاجة. في نظرة تانية بيدوا حاجة ثابتة، في كذا نوع. بيدوا حقنة كل شهر لمدة 3 حقن، وبعدين بيدوا حقنة كل شهر ونص، حقنة كل شهرين، شهرين ونص، 3 ونص، 4، بيجي على 4 بيقف عليها وبيدي كل شوية كل 4 شهور حقنة. بيقولوا عشان ما يرجعش الموضوع تاني. في ناس لا بيبدأوا بال3 حقن وبعدين بيدي كل شهرين واحدة، وبعدين بيوصل لو في تحسن ممكن يقلل الجرعة أو يوقفها. طبعا الحقن الكتير لها برضو مدار اقتصادية غالية، ونفسيا اللي أنا بتكلم على إني جربتها إحساس وحش جدا أثناء الحقن. وكمان كترها ممكن يعمل زيادة في ضغط العين، وبلو مشاكل برضو لها مشاكل، فكل ما اديها كتير تعمل مشاكل أكتر. العلاج التاني بنسميه العلاج الضوئي الديناميكي. ده عبارة عن بندي حقنة في الوريد بتمشي في الدم، بتخلي بتنشط الضوء، بتنشط للضوء، بحيث لو عرضنا للعين ضوء فبيأثر على الخلايا، على الأوعية الدموية الغير طبيعية. تالت حاجة معانا اللي هو العلاج بالليزر. ده ما بنفضلوش قوي الا لو الموضوع بعيد عن مركز الابصار، لان هو بيحرق الاوردة دي وبيعمل فيها ندوب، فبيضيع برضو الرؤية في الحاجات لان بنحرقها بالليزر. رابع حاجة طبعا بنقول المتابعة المنتظمة. المتابعة المنتظمة دي عشان نشوف الحالة ثبتت ولا رجعت تاني ولا ايه الموضوع، بنتابعها بحاجتين: الOCT اللي قلنا عليه التصوير المقطعي البصري، ده اللي بيعمله الدكتور بالجهاز بتاعه في العيادة بتاعته. لكن المريض له حاجة اسمها، بيجيب ورقة كده فيها مربعات اسمها شبكة أمسلر، وبيتابع بيها نفسه كل يوم عشان يعرف تغيرات الرؤية عنده. طبعا لو نتكلم نبذة عن المسح او التصوير المقطعي البصري التوافقي اللي قلنا OCT، دي عبارة عن طريقة تصوير غير جراحية بنشوف بيها صور مقطعية للعين. بنسلط حزمة ضوئية في هذا التصوير، بتخش على كل الأجزاء الموجودة وبتعمل كجهاز مسح مقطعي، وكمان كمجهر بتكبر في الوقت نفسه، مما يسمح ان احنا نشوف ادق التفاصيل في الشبكية. الحاجة التانية قلنا هنتكلم عليها برضو اللي هي شبكة أمسلر لشبكية العين. ده عبارة عن اختبار يومي بيتعمل، ان احنا بنقول له عشان نشوف التغيرات في مجال الرؤية، بيساعد على الكشف على علامات مبكرة لمشاكل في الشبكية. ده عبارة عن ورقة فيها مربعات 10 في 10 سنتي، في المربعات دي نص سنتي، فيها نقطة في الوسط، فالمريض بيحطها قدامه على الحيطة أو حاجة أو على ورقة قدامه، بيلبس النضارة بتاعته أو العدسات اللاصقة، بيغمي عينه وبيبص على النقطة السوداء ويحاول يشوف ما حواليها في إيه. هل شايف ال4 تركان بتوع المربع؟ هل شايف
الخطوط الموجودة متوازية أو متعرجة، هل شايف حتة مش ظاهرة قدامه أو فيها بقعة سوداء أو بقعة رمادي أو هذا. دي بتتعمل بعد ما يخلصها يغطي عينه التانية ويعمل نفس الكلام عشان يختبر. بيعمله يومي، لو حصل فيه تغير عن اللي هو عارفه مفروض يبلغ الطبيب بتاعه. طب ازاي هنحقن الحقنة دي في العين؟ طبعا بتعمل في غرفة عمليات، ده الأسلم. المريض بينام على ترابيزة العمليات، بينضفوا العين، بيحطوا له مضاد حيوي، وكمان بيحطوا له حتى بيتادين في عينه قطرة. بعد كده هنخدر العين موضعي، يا بنحط نقط بنج موضعي زي القطرة بنج موضعي، وفي ناس بيحقنهم تحت الملتحمة حقنة بنج موضعي علشان المكان دخول الإبرة. طبعا بنقول للمريض بص في حتة معينة عشان نثبت عينه، وبعدين بيحطوا جفن مبعد للجفون، بيتحط يفتح الجفنين عشان ما يضايقش اللي بيشتغل. بعد كده بيقيس المنطقة البيضاء دي بحاجة معينة، يشوف كام ملي موجود عشان يعرف مكان الحقنة ايه. بعد كده بيحط برضو شوية بتادين، وبعدين بيقوم غارز الإبرة عمودي عليها. دخول الإبرة مش مشكلة، لكن الضغط بتاع السرنجة وهو بيثبت العين ويضغط الخمسة ملي ده أو 6 ملي بيبقى مؤلم ويعني مزعج. بعد كده بيشيل الإبرة، وبعدين بيحط مكانها شاشة أو قطنة ببتادين عشان لو في يوقف الدم لو في حاجة أو الدم عشان الدم ما يخرجش. بعد كده بيحط مضاد حيوي. بعد كده بيغسل العين كويس، لأن البتادين ده بيعمل جفاف للعين لعدة أيام وبيأثر، فعشان كده عايز يشيل أكتر ما يمكن يشيله. وبعدين يحط مضاد حيوي، وبعدين يحط لاصق أو غطاء للعين ببلاستر. طبعا بنقول له ما تشيلش البلاستر ده الا من 4 ل 12 ساعة. خليك نايم على ظهرك علشان الدواء يمسك، يبقى موجود على الحتة اللي فيها مركز الإبصار كويس، يبقى تركيزه أحسن لمدة 12 ساعة. ممكن لو في ألم تاخد مسكن، بيدوا مضاد حيوي ساعات حقن، وفي ناس ما بيدوش. لو بعد كده استخدم نظارات للعين. ما تمارسش رياضة لمدة يومين. ما تحاولش تستحمى أو تغسل وشك بصابون بالذات لمدة يومين مية بس. بعد كده هنتكلم في شوية يعني إيه آثار جانبية بتبقى موجودة بعد الحقن. بتحس إن في رمل في عينك، أو بتحس بألم بسيط في العين. ممكن يبقى في نسف حول مكان الحقنة نفسها في الملتحمة. ممكن يبقى في انخفاض بسيط في الرؤية واضطرابات برضو في الرؤية. ممكن يبقى في عوالق، تشوف حاجة بتطير كده زي الذبابة الطايرة، بتقعد كام ساعة لمدة أو يومين بتروح. ممكن تحس بحكة في العين، أو عينك فيها دموع كتير. ممكن كمان ارتفاع بسيط في ضغط العين. في ناس بيبقى مثلا خدوش، بتحصل خدوش في القرنية، لو ممكن ساعتها ممكن تعمل كده. في ساعات ناس بقى حاجات نادرة جدا، تضرر في الشبكية والأعصاب المحيطة بها. طبعا احنا قلنا هيوقف العلاج على حسب حالة الحالة اللي قدامه، على حسب التأثير اللي حصل الموجود، واستقرار الحالة بتاعته، وسمك الشبكية بالاو سي تي، قلنا التصوير المقطعي لقاع العين. طب نعمل وقاية عشان اللي هو تكاثر الوعاء المشيمي ما يحصلش. ليه؟ ازاي؟ اول حاجة متابعة طبية مستمرة، وقلنا الطبيب هيستخدم الاو سي تي اللي هو التصوير المقطعي البصري. المريض في بيته هيستخدم اللي هو شبكة أمسلر. تاني حاجة بيستمر في العلاج، واحنا قلنا في نظريات للعلاج، خاصة اللي هي الحقن في الجسم الزجاجي اللي هي ضد عامل نمو بطانة الأوعية الدموية، زي قلنا اللوسنتس والافانتس والايليا. كمان نتجنب المحفزات،
لو بدخن ابعد عن التدخين. لو في عندي سكر اسيطر عليه، لو في عندي ضغط عالي اسيطر عليه. بعد كده حماية العين. احميها ازاي؟ والله البس نظارة واقية لو انا بشتغل في حتة فيها مواد كيماوية، فيها حتة فيها تراب، وكمان قلب او اثناء الرياضة. ارتدي نظارة شمسية لان الشمس نفسها بتأثر على العدسة وبتأثر على الشبكية. كمان بشرب كميات كبيرة من السوائل. وبناخد برضو بنتكلم على حاجة كمان اللي هو بتغذية سليمة ومكملات غذائية زي أحماض أمينية و لوتين وزنك وفيتامين ه وفيتامين ج. طبعا دي موجودة بكثرة في البيض والجزر والخضروات الخضراء وسمك السلمون والمكسرات واللوز والحمضيات. كمان أهم حاجة الكشف المبكر على المشكلة. وقلنا الطبيب هيستخدم الOCT والمريض هيستخدم شبكة أمثلة. وشكرا. أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم، ويجعل العافية لباسكم، والمغفرة ستركم، والسعادة طريقكم، والجنة دارنا وداركم.